بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هوريكم طريقه عمل الحمام اللي هو الاصلي اللي بالفريك بالكبد بالقوانص بالمكسرات. احنا بنعمله بالفريك. في ناس تحب تعمله بالرز، طبعا براحتها، طبعا هو سخن جدا يعني انا يا دوب عارفه امسكه. طبعا دي الكبد والقوانص، في زبيب فيه، وعاملين معاه كمان الشوربه بتاعته نفس الشيء، الفريك اللي فضل عندنا، وجنبيه ملوخيه متقليه بالسمنه والزيت بتاعه. ويلا بينا نشوف هنعمل ازاي الحمام اللي بالفريك بالكبد والقوانص وبالزبيب. الفريك الحمام بتاعنا: زبده، بصل، كبده، زبيب، فريك، بهارات، والمفاجاه حمام. ناخد البصل دلوقتي نحطه على النار، هنحط شويه زبده وشويه زيت حسب الكميه اللي هنعملها، كميه صغيره كميه كبيره، بنحكم في الزبده والزيت. حطينا البصل في الزبده والزيت، هنديله تحميره شويه كده ونبدا نحط عليه البهارات. بس هتبدا تتحمر شويه، هنزل عليها الكبده، كبد والقوانص طبعا متقطعه ومغسوله كويس جدا عشان الزفاره، وهنزل عليها التوابل. التوابل بتاعتي بتكون عندي ملح وعندي فلفل اسود وعندي 7 بهارات وشويه قرفه وشويه هيل صغيرين بتاعتي. طبعا انا مزوده كبد من بره، يعني هي مش كلها بتاعت كبد الحمام، مزوده شويه من بره، يعني كبد بتاع الدجاج عادي مزودها، بحيث ان احنا عندنا بنحب الكبد زياده. اللي عايز يعتمد بس على الكبد والقوانص بتاعه الحمام عادي. دلوقتي هنزل بهاراتي. القرفه حلوه ان هي بتشيل الزفاره، لو عندي يعني لو في شويه زفاره في الكبده او في كده، القرفه من الحاجات اللي بتضيع الزفاره. هديهم بس فرصه يستووا شويه، وبعدين بنزل عليهم بالفريك. كبد القوانص تقريبا كده استوت الحمد لله. هنزل عليها بالفريك وبزود عليها شويه ميه. هو الفريك انا نقعاه بقاله كام بتاع ساعتين، فمجرد ان هو هينزل هيحتاج شويه ميه صغيرين خالص عشان يستوي. وانا بستخدم ايجي عادي جدا لان ده اكل بيتي، يعني احنا اللي هناكله، مفيش مشكله. لكن لو اكل مطاعم مثلا الواحد هيعمل لحد بره، البسي جلافز واشتغل عادي. انزل بالزبيب، احيانا بحط لها صنوبر بس مش كلنا بنحبه. اخر حاجه شويه ميه. مهم جدا نظبط الملح ونخلي بالنا ان الملح ما يزيدش، عشان لسه هتتسلق في الشوربه، والشوربه بتبقى طبعا مملحه وفيها بهاراتها. نشغل النار، نحط عليها الشوربه على ما نحشي تكون الميه غلت. طبعا الشوربه انا حاطه فيها هنا بهاراتي، وحاطه فيها فلفل اسود، شويه ملح، ايه تاني، بصلايه، حاطه فيها شويه بهارات بحيث ان انا اعرف بالشوربه العاديه، يعني زي ما انا بسلق فراخ بسلق حمام. ناخد شويه من الحشوه، طبعا لسه سخنه شويه صغيرين، انا خليتها بردت وهنبقى نحشي. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. وبعدين بنحشي بين الجلد والحمام. دي طريقة الحشو العادية جدا، بس هنحاول مش هنملاها قوي عند الصدر هنا عشان ما تفرقعش، لان انا جلد الحمامة دي يعتبر شوية رقيق وانا مش عايزاها تفرقع مني وانا بسلقها. هنقفلها هنا، والجناحات بنقلبها كده وكده. انزل عليها اي فريك زيادة، وفي الرقبة بحط برضو شوية حشو.
موضوع بسيط جدا وسهل، بس هي ممارسة، خطوات بنعملها وان شاء الله الحاجة تطلع جميلة جدا. شوية تكات وحركات. طبعا في تكة كمان اخيرة هنعملها لما نيجي نحمره، خليكم معايا عشان تشوفوا. هحشي الباقي ونرجع عند التحمير. في ناس بتكسر الصدر ده، بتكسر العظمة ديت، بس انا بصراحة بحب شكلها كده ما تبقاش متبططة، بحب شكل الحمام يبقى باين قدامي. رجلها طبعا بتدخل جوه هنا، والجناحات زي ما قلنا بنقلبها. دي الطريقه بتاعتها. وراعوا وانتوا بتذبحوا الحمام ان يقطعها من عند الرقبه، من فوق من عند راسها، ما يقطعهاش من تحت. وزي ما اتفقنا التكايه الاخيره بتكون عند القليه. كده الحمام انا بشيل بس الفريك اللي هو زايد الموجود عليه، وهنزله في الشوربه عشان يتسلق، ياخد وقته في السلق. بياخد له حوالي تقريبا من نص ساعه، ساعه الا ربع. بسم الله. هنبدا ننزل الحمام في الشوربه. بسم الله الرحمن الرحيم. نخليه بقى براحته على النار لحد ما يدخل في السوا يستوي. دلوقتي هنبدا نطلع في الحمام. طبعا هنطلعه في مصفى يفضل عشان يصفي الشوربه، عشان نقدر لما نحمره ما يطرطش علينا ويبهدلنا. شويه الفريك اللي فاضلوا بعد الحشو هناخد شوربه من هنا ونستفيد منها ونشربها. شوربة الحمام من الشوربة المغذية جدا اللذيذة جدا. هنديها غلوة صغيرة ونغرفها ونشرب منها. وفيها طبعا كبد وقوانص وفيها زبيب وفيها كل حاجة، مجرد بس غلوة بسيطة. والشوربة دي هاخدها هعمل عليها ملوخية. خدنا شوية شوربة عملنا عليهم شوية ملوخية، بس فاضل لها بس التقليه كده، لان دي ملوخيه مجمده فبنحتاج ان هي شويه تفك داخل الشوربه. هنعمل لها التقليه ونشربها تبقى جميله جدا. الخطوه دي هناخد الحمامه كده بناخدها وبناخد القشطه وندعكها كلها. ايه فايدتها؟ بتخلي الحمامه لونها جميل وبتديها طعم لذيذ. كلهم هنعملهم بنفس الطريقه، وفي الاخر بننزلهم في الزيت والسمنه عشان يتحمروا. ولما نخلص خالص هوريكم الشكل الاخير بتاعها ان شاء الله. هنبدا ننزلهم في الزيت عشان نحمرهم. هنزيد اللي عليه فيه وهعمل دي التقليه بتاعت الملوخيه، اديها طعم لذيذ وبنستفيد من الزيت والسمنه. بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الحمام اللي هو الاصلي اللي بالفريك بالكبد بالقوانص بالمكسرات، احنا بنعمله بالفريك. في ناس تحب تعمله بالرز طبعا براحتها، طبعا هو سخن جدا يعني انا يا دوب عارفه امسكه. طبعا دي الكبد والقوانص، في زبيب فيه، وعاملين معاه كمان الشوربه بتاعته نفس الشيء، الفريك اللي فاضل عندنا، وجنبيه ملوخيه متقليه بالسمنه والزيت بتاعه.